اول شيء الحدث نفس ما الناس شافته تعرض ايطو علي بالضرب، هذاك الضرب اللي انا اصلا قلت لهم ما كنت معتقد ان هذا الشيء راح يحدث. كنت طالع من ارضيه الميدان يعني اصور فيديوهات عاديه مثل ما اني اصور حياتي اليوميه، حتى شفت ايطو مجمعين عليه ناس ياخذون معه يلتقطون معه صور. قلت انا كوني انا يوتيوبر خليني اصنع الحدث يعني بطريقتي الخاصه، اني اتكلم فيديو واسال ايطو السؤال عادي يعني سؤال رياضي. واللي زاد الطين بله مثل ما يقولون كوني انا جزائري. ممكن ايطو صامويل لم يفهم حديثي باللغه الانجليزيه. ممكن ما الذي حدث؟ علمنا ما الذي حدث. الذي حدث هو اني عندما تكلمت مع ايطو، عندما سالت ايطو صامويل كانت الناس تاخذ معها الصور، قلت لها ايطو بليز اي هاف جاست كويستشن فور يو. ما ردش علي. سؤال فقط. سؤال عادي. هو راح يمشي وانا مشيت معه، مشيت وراه ناديت كلمه 1 2 3 فيفا الجيري. بعدين الفيديو اللي انتم شاهدتونه على القنوات واللي انتشر في كل مواقع التواصل الاجتماعي فيه قطعه، وهذه القطعه فيها لغز. هو قبل ما يضربني مسكني من شعري، يعني مسكني قال لي انت غبي، قال لي انت غبي انت غبي. راح قلت لها قلت لها تعلم انا لماذا غبي؟ لاني انا جزائري. بس فقط سمع منك الهزوجه الجزائريه 1 2 3 فيفا. ايوه. وقلت له راح اسالك سؤال فيما يخص المباراه، يعني اسالك سؤال على الجزائر وعلى الكاميرون وعلى الحكم، يعني سؤال عادي يعني ساله ممكن لم يتمكن صحفي. هي المباراه اللي عشان نضع المشاهد في الصوره، المباراه اللي اهلت الكاميرون لحساب الجزائر بالضبط. نعم. التي يقول انه فيها شك كبير من الظلم التحكيمي الذي تعرضت له الجزائر. نعم. وللاسف الشديد لم يتم الرد على الجزائر لحد الان. اذا كان في ظلم ولم يكون في ظلم، أنا بقيت في خاطري كوني جزائري لازم يتضح لي كل شيء. قلت خليني طالما ما جاتني الفرصة أتكلم مع إيطو مباشرة وخلي كل العالم يعرف أنه خلاص رد إيطو خلاص، لأنه كانت أول مقابلة ممكن تكون مع شخص جزائري. وتهجم عليك. هو تهجم علي بذيك الوحشية اللي الناس كلها شافتها. وللأسف الشديد لم أتوقع إيطو صامويل اللي كنت أنا من عشاق برشلونة يوم من الأيام، أحب هذا اللاعب وأتمنى ألتقط معه صورة، اليوم يضربني. أعتقد لم أتوقعها. لاعب كبير مثل إيطو صامويل لازم تتقبل انتقادات، حتى لو أنا انتقدتك نفترض. أنا لم أنتقده، والله لم أنتقده. يعني الناس حللت، الناس شافت قالت مستحيل إنه رئيس اتحاد وأسطورة مثل إيتو إنه يتهجم بهالطريقة، إلا أكيد إنه سمع كلمة مسيئة. لم أسئ له، ممكن أسمع كلام من الجزائريين، عمم الجزائريين مفجر، يعني طاقته كلها طلعها علي أنا. للأسف الشديد حتى في تصريحها اللي جاء قال لك تعرضت إلى الكثير من الناس تحدث علي بالإساءة بعد المباراة. أنت عندما تحدث عليك الناس اطلع بتقرير، اطلع ببيان، اطلع بفيديو، برر هذا الشيء، مش تفجر علي تضربني وبعد تطلع بالاعتذار الاتحادية الجزائرية وليس لي أنا شخصيا. طيب بعد الحادثة يقال أنه صودرت كاميرتك، أنت وثقت الحديث بالكاميرا؟ أنا وثقت الحديث من أول ما وصلت، وحتى إن شاء الله بحول الله حتى لو طلبت مني السلطات القطرية أنا مستعد بهذا الشيء. وشوفون الحديث كيف كان. أصلا فيديوهاتي كلها أنا بضحك، ممكن هو يفتقدني ما يفهم كلامي العربي، يتذكر ممكن أنا شغل نفس ما احنا نقول استفزه، وأنا كل كلامي أضحك حتى لو أنا ممكن ضربني وتشوفني أنا أضحك. أي كان واضح في الفيديو يعني. بالضبط. أنا ضحكت وتكلم مع الفيديو وفكر استهزاء، وأنا أتكلم باللغة العربية. أنا جماعة مع إيطو صامويل إن شاء الله اليوم راح نسأله سؤال وكذا كذا، وهو يتكلم يلتقط صور مع المشجعين هناك. قلت حتى انتظره وانا احكي معاه، قلت له 1 2 3 فيفا الجيري I want to ask you a question about the game مباراة الجزائر اللي هي والكاميرون. واضحة. للأسف